طبيب المنتخب يكشف إصابات الأسود. التركيز يخيم على تحضيرات الأسود في الكان. التفاصيل: كشف كريستوف بودو طبيب المنتخب المغربي الأول عن الحالة الصحية للاعبي الفريق الوطني قبل أقل من أسبوع من انطلاق منافسات كأس إفريقيا المقرر تنظيمها في الكوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير و11 فبراير المقبل. وأشار طبيب المنتخب المغربي في تصريحات لقناة الجامعة المغربية لكرة القدم إلى أن نصير مزراوي الذي يعاني من إصابة قوية في الساق لن يلتحق بمعسكر المنتخب المغربي إلا في 10 يناير. وأضاف أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اتفقت مع مسؤولي بايرن ميونخ على أن يظل مزراوي في ألمانيا للاستفادة من التأهيل خلال الفترة الحالية، على أن يلتحق بالمنتخب المغربي في سان بيدرو خلال الأسبوع الثاني من يناير، علما أن مزراوي لن يكون مهيئا للعب في المباراتين الأولى والثانية من دور المجموعات. من جهة أخرى، تحدث طبيب المنتخب المغربي عن الإصابة البسيطة في أوتار الركبة التي تعرض لها حكيم زياش مع فريقه غلطة سراي، مشيرا إلى أن زياش يستفيد حاليا من برنامج تأهيلي داخل المركز، كما هو الحال بالنسبة للعميد غانم سايس الذي تعرض لالتواء في الكاحل ويستفيد حاليا من العلاجات اللازمة قبل أن يلتحق بالتدريب الجماعية الأسبوع المقبل. التركيز يخيم على تحضيرات الأسود في الكان. وصل المنتخب الوطني مساء الجمعة تحضيراته لكأس إفريقيا القادمة بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم. وتم العمل في هذه الحصة التدريبية التي شهدت تواجد معظم الأسماء المدعوة في اللائحة على الرفع من درجة الانسجام بين اللاعبين، حيث تميزت بالتركيز وروح الفريق والرغبة الجماعية الواضحة لدى اللاعبين والطاقم التقني في تمثيل المغرب أحسن تمثيل في هذه التظاهرة. وفي هذا السياق قال أمين حارث إن التحضيرات تمر في أجواء إيجابية، وأن المجموعة جد متحمسة للظهور في هذه البطولة الإفريقية التي تمثل الشيء الكثير بالنسبة لجميع اللاعبين الحاضرين في التجمع الإعدادي. وأضاف حارث أنه لا بد من التركيز لأن المهمة ستكون صعبة بالنظر لقيمة هذا الحدث القاري، والجميع يعلم بما عليه فعله في هذه البطولة، خاصة بعد الإنجاز الكبير في مونديال قطر 2028. وتابع قائلا: كأس العالم صفحة من الماضي، والتحدي القادم هو كأس إفريقيا. هناك منتخبات قوية في هذه البطولة، ونعلم أن الجميع حضر لنا بشكل خاص، لكن نعد بأن نقدم وجها مشرفا للمغرب. جدير بالذكر أن المنتخب الوطني سيسافر غدا الأحد إلى الكوت ديفوار، وسيخوض مباريات المجموعة السادسة التي تضم منتخبات تنزانيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا بمدينة سان بيدرو.